حقق فريق مولودية الجزائر أمسية اليوم فوز كبير في مستغانم، فبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي افتتح ساليو بانغورا باب التسجيل في الدقيقة 48 بعد فتحة من اللاعب خليف. نفس اللاعب ساليو بانغورا أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 55. بعدها الحارس الدولي قندوز يتألق ويصد ركلة جزاء في الدقيقة 68. بعدها بدقيقتان في الدقيقة 70 المدافع منزلة الذي دخل أساسيا اليوم يسجل الهدف الثالث للمولودية، وعاد الغيني بانغورا ومسجلا الهدف الرابع بعد تمريرة من البديل الآخر شهر الدين بو خلدة. وفي نهاية المباراة وبالضبط في الدقيقة 87 وبتمريرة أخرى من اللاعب بوخلدة رجل المباراة ساليو بانغورا يسجل الهدف الخامس للمولودية والرابع له. بعد هذا الفوز المولودية تعزز صدارتها في ترتيب الدوري الجزائري ب40 نقطة وأربع مباريات مؤجلة ستلعبها لاحقا. أما المباراة القادمة للمولودية فستكون بملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة في ضيافة نادي بارادو يوم الجمعة بداية من الساعة 3:15، لكن هذه المباراة ستكون بدون جمهور لأن مباريات في 20 أوت تلعب بدون جمهور. من جهته ترجي مستغانم بعد هذه الهزيمة تزداد وضعيته سوءا أكثر فأكثر، فحيث هو في المركز ال15 وب14 نقطة فقط، والمباراة القادمة سيتنقل إلى مدينة أشلف لمواجهة الجمعية المحلية. شكرا لكم على المتابعة، صحة رمضانكم، دمتم أوفياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.